أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل البطاطس البوريه. صينية البطاطس بوريه من أحلى الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها لأهله لأصحابه لقرايبه، سواء بقى في عزومة ولا في الفطار بتاع رمضان ولا في الغدا، حاجة كده. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بطاطس عندي وأسلقها كويس جدا، وأول ما تطلع من السلق هتبقى سهل عليا في اني اهرسها، يعني ما استناش لما تبرد، لازم اهرسها وهي سخنه كده والدخان طالع منها، علشان هحط عليها مكونات، فلازم ان هي وهي سخنه تندمج مع المكونات دي. ايه، اهرسها كويس قوي. خلصت انا كده هرس البطاطس، هي لسه سخنه جدا. هحط عليها معلقه من الزبده، طبعا هتسيح الزبده عشان هي سخنه، وارجع اهرسها في وسط الزبده كده تاني اهو. لازم اتاكد ان هي كلها مهروسه وان هي ما فيهاش اي حتت محسوسه، لازم تبقى خلاص مهروسه جدا جدا. الزبده كده تقريبا ساحت. هحط جبنه موتزاريلا كده، هسيب حبه عندي علشان الوش. هحط ملح حسب الرغبه، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه بهارات مشكله. هقلب كل ده مع بعض لغايه لما يندمجوا كويس جدا. كده انا دمجت البطاطس مع كل الحاجات اللي انا حطيتها. هبتدي اجيب لبن كوبايه، وهحط نصها كده واقلب واشوف القوام. انا عايزه قوامها يبقى ناعم جدا، تبقى كريمي خالص، مش عايزه قوامها يبقى ناشف. هي محتاجه كده تاني، هنحط تاني لغايه لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بصوا، انا عايزاها لما تبقى بالقوام ده، شايفين؟ زي كده عجينة الكيكة تقريبا، او يمكن اخف سنة كمان. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل صينيتنا ازاي. الصينية عندي انا دهناها زيت اهو كده، احطها. هجيب نص الكمية اللي عندي احطها فيها وافردها كده. وبعدين هجيب لحمة معصجة. طبعا احنا قبل كده شوفنا ازاي بنعصج اللحمة، عشان اللحمة المفرومة بيبقى فيها نسبة دهون. فاحنا ما بنحطلهاش مادة دهنية، بنحطها على طول في الحاجة اللي احنا هنعصجها فيها، ونحط عليها البصل والتوابل، ملح وفلفل، بهارات وفلفل اسود، عايزة بابريكا حطي، وبس كده. دي احنا كنا عصجناها قبل كده اهو بالطريقة بتاعتنا،
ممكن تخشوا تشوفوا على الفيديوهات اللي قبل كده. بوزع انا اللحمه المفرومه كويس جدا علشان كل حته في البطاطس تبقى فيها لحمه مفرومه. خلصت كده، احط بقى الطبقه الثانيه من البطاطس. هسويها كويس جدا، اغطي اللحمه المفرومه اهو. خلاص كده هحط بقى الجبنه اللي انا كنت شايلاها على الوش اهو. طبعا هي مليانه جبنه بس احنا بنحطها كده عشان ايه، تحمر لي الوش بسرعه وتدي طعم حلو. ودي صينيه البطاطس بتاعتنا لما طلعناها من الفرن، حاجه كده تحفه، جوسي وطريه وكريمي، والريحه طبعا مش قادره اقول لكم. جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا. من عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد، والكومنتات اوعوا تنسوا الكومنتات علشان اعرف ان في تواصل بيني وبينكم. ودي كانت طريقه عمل بطاطس البوريه باسهل طريقه مع مين.